اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احبابي؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هعمل معاكم كده اكله حلوه واقتصاديه هتنفعكم كده، تبقى اكله رئيسيه وكمان ممكن تبقى اكله برضو كده جنب الاكل اللي باقي من امبارح. انا بالنسبه لي هتبقى اكله كده جنب الاكل اللي باقي من امبارح. كنت عامله معاكم امبارح البطه المحشيه بالخضار، وكنت عامله محشي وكنت عامله سمبوسك. طبعا فاض شويه بطاطس ببصل كده، شويه خضار كده من اللي انا كنت حطاهم تحت البطايه، وفاض معايا وعندي سمبوسك. وقلت هعمل بقى شويه كفته كده جنب الاكل ده مع طبق سلطه كده، وجنب الاكل كده اللي باقي من امبارح. تمام. طبعا انت تقدري تعملي الاكله دي وتعملي جنبها شويه بطاطس، شويه سلطه خضراء، شويه سلطه طحينه، سلطه بابا غنوج. ممكن تعملي جنبها مكرونه بصلصه هتمشي معاكي وتبقى زي الفل. يعني ممكن تعمليها اكله رئيسيه، وممكن تعمليها حاجه جانبيه جنب الاكل اللي عندك. تمام. اول حاجه كده معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا طماطم وبصل وفلفل احمر، آه آه اللي هو الالوان. طبعا ممكن برضو تحطي قرن فلفل اخضر حامي كده، هيبقى مديها طعم حلو قوي كده وتست عالي. حطيت بقى انا اللحمه المفرومه كده معايا في الكبه، هحط عليهم بقى كده ايه، يعني لو ربع كيلو مفروم تقدري تعملها طبعا بربع كيلو او بنص او بكيلو، الكميه اللي انت تحبيها. انا هنا عندي نص مفروم، حطيت عليه بصلتين. لو انت عندك ربع ممكن تحطي بصلايه واحده. هنا حطيت بصلتين، وهحط 4 طماطميات كده. برضو هقطعهم، لا طماطميتين بس، هحط 2 بس. الطماطم اللي عندي صغيرة زي الطماطم الشيري كده رفيعة قوي، هحط 2 بس. طبعا ممكن تستغني عنها، بس انا حابة احطها كده بتديها طعم حلو قوي، لكن انتي ممكن ما تحطيهاش خالص، تستكفي بالبصل والفلفل. حطيت كمان قرن فلفل حامي كده، وحطيت نص فلفلاية كده اللي هو الفلفل الالوان الاحمر. وحطيت بقى التوابل بتاعتي. حطيت بصوا اي لحمه معصجه او لحمه مفرومه اساسي عندي فيها قرفه وجنزبيل، طبعا بيدوها طعم حلو قوي قوي. ويعني بتبقى خطيره بجد. حطيت بقى قرفه وجنزبيل، ملح وفلفل، حطيت بابريكا. هحط كمان بهارات كفته، كنت جايباها معايا. بص بهارات الكفته دي حلوه جدا جدا في الكفته، بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. اي نوع كفته هتعمليه حطي فيه بهارات الكفته. حطيت كده معلقه كبيره من الكفته، حطيت معلقه صغيره مليانه من الملح. حطيت بقى التوابل اللي انا قلت لكم عليها دي. انا هنا بحط كده من غير مقادير، بس عشان انا طبعا بعمل الحاجات دي على طول، ومقاديرها كده النسب بتاعتها انا عارفاها. لكن انت هتحطي من كل انواع التوابل اللي حطيناها نص معلقه صغيره، ومعلقه كبيره من بهارات الفراخ، ومعلقه من الملح، معلقه صغيره مليانه من الملح. تمام. هضرب بقى الكلام ده كله كده في الكبه. طبعا لو انت هتضربي في الكبه، هتحطي البصل والفلفل مع بعض يتضربوا الاول، تنعميهم، وبعد كده تحطي عليهم اللحمه وتفرميهم مع بعض. لو انت ما عندكيش كبه، هتضربي الحاجات دي كلها في الخلاط من غير ميه. ممكن تحطي ربع كوبايه ميه بس عشان خاطر تمشي الخلاط. تمام. وتروحي بقى ايه مقلباهم على اللحمه المفرومه كده، وتقعدي تعجني فيهم كده حوالي ربع ساعه لما يتجانسوا مع بعض تماما كده بالشكل ده. ولو حسيتي ان العجينه طريه معاكي، هتضيفي لها معلقتين من البقسماط او معلقتين من الدقيق. ده هيشرب معاكي اي سوائل زياده، او هيشرب معاكي ربع كوبايه الميه اللي انت حطيتيها عشان تمشي بيها الخلاط. تمام كده. هنحط كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ده عشان يخلي الكفته معايا هشه كده وطريه، وما تبقاش معاكي مكتومه. تمام. وتصبعيها بايدك عادي. انا هنا هعملها في السيخ. اهم حاجة لما نعملها كده، نسيبها كده يعني ترتاح كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. مهم جدا الخطوة دي ان انت تسيبها ترتاح كده بتاع 10 دقايق، علشان تعرفي تصبعيها كويس، تتسمغ معاكي كده حلو، وتصبعيها ما تبقاش طرية ولا تلزق معاكي. وزي ما قلتلك لو انت عاملاها في الخلاط وحسيتي ان هي طرية، هتضيفي لها معلقتين من البقسماط، مش الفيجيتار، البقسماط العادي خالص اللي هو مش متبل، او هتضيفي معلقتين من الدقيق. وتعجنيهم كويس قوي مع بعض لحد ما يعني يتجانسوا كده مع بعض، ويختفي الدقيق او البقسماط اللي انت هتحطيه. هسيبها بقى كده انا حوالي 10 دقايق كده ترتاح، عبال ما اعمل شوية خضار كده احطهم تحت الكفتة.
الكفته دي انا هعملها في الصينيه كده وهدخلها الفرن. طبعا لو انتي عايزه تعمليها في حله على البوتاجاز ماشي برضو مفيش اي مشكله، عايزه تعمليها في الصينيه وتدخليها الفرن برضو عادي جدا، التسويه اللي تريحك. انا جبت كده صينيه قطعت فيها بصلايه شرايح صغيره كده زي ما انتم شايفين، هقطع برضو عليها كام قطايه كده، قطايتين برضو كده 3. ولو عندك يعني عايزه تضيفي عليها بطاطس تمام، انا بعملها كده وبحط برضو معاها بطاطس، بقطعها برضو صوابع كده رفيعه كانك هتحمريها. شفتي البطاطس اللي بتحمريها الرفيعه دي، هتعمليها زيها كده او شرايح مدوره رقيقه، يعني ما تبقاش تخينه عشان برضو تستوي، يبقى سواها زي سوا البصل والطماطم. تمام. انا هنا بقى مش هحط بطاطس لاني انا عندي بطاطس فهحطها جنبها، فمش هحط بطاطس. حطيت بقى القوطه والبصل، هرش بقى عليهم شويه ملح وفلفل وهدعكهم كويس قوي كده مع بعض. وهحط كمان عليهم شويه كده صغيرين من بهارات الكفته، يعني ربع معلقه كفايه، بس لان كمان الكفته هنحطها فوق الخضار ده، وهي طبعا هتنزل الصوص بتاعها وكل حاجه وهتطعم لي البصل والطماطم. لكن هنا انا بديها شويه ملح وفلفل عشان بيخلوا طعمه حلو قوي، وكمان ما يخليش البصل يبقى فيه ريحه نفاذه اللي احنا بنبقى عارفينها دي. فندعكهم كده كويس بشويه ملح وفلفل، وانت بتدعكيهم بالراحه علشان ما تعصريش الطماطم. خلاص بقى كده هبتدي بقى ان انا اصبع الكفته بعد ما سبتها كده ترتاح حوالي 10 دقايق. معايا بقى طبق فيه ميه بصل، بحط ايدي فيه كده وابتدي ان انا اصبع الكفته عشان تبقى طالعه متساويه معايا ويبقى ملمسها كده ناعم. هصبع بقى الكفته بالشكل ده. طبعا انا بصبعها مش هتكش معايا كتير، حاجه بسيطه قوي قوي، وممكن كمان يعني هي هتكش حاجه بسيطه قوي لان هي ما فيهاش دهون كتير. تمام. خلصت بقى كده اهو زي ما انتم شايفين، حطيتها فوق بعضها. طبعا تقدري تحطيها في صينيه اكبر وتحطيهم جنب بعض. هغطيها بقى كده بورق ألمونيوم وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200-250 لحد ما تستوي كده. هتاخد حوالي نص ساعة، وبعد كده هشيل ورقة الألمونيا واخليها تاخد لون حلو كده من فوق. بعد كده هخرجها زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا جدا وطعمها اجمل من ريحتها بكتير، يعني حلوة قوي. بصوا طالعة كمان مستوية وحلوة جدا ومش مكتومة. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. تنفع كمان تعمليها جنب اي نوع مشويات، لو انت عاملة فراخ مشوية او لحمة مشوية تقدري تعمليها جنبها، حلوة قوي وعاملة زي الكباب بالظبط. بصوا يعني نص كيلو ما شاء الله. بصوا عامل معايا كمية قد ايه. فلو انت هتعمليها وجبة رئيسية تحطي جنبها شوية بطاطس محمرة كده وطبق سلطة خضراء وسلطة طحينة، ممكن كمان سلطة بابا غنوج، هتبقى حلوة قوي. بصوا شايفين الجمال، حاجة فعلا جميلة جدا جدا. وهتتحط جنب الاكل بقى بتاع امبارح، انا هحطها جنب الاكل اللي فاض مني امبارح، فاللهم بارك هتتاكل وهتخلي الاكل كمان يتاكل مننا. غيرنا ونوعنا وعملنا حاجة جديدة، وكمان يعني ما هلكناش او ما رميناش الاكل بتاع امبارح. باخد انا بقى كده من الصوص اللي نزل منها واحط على الكفته كده عشان يديها لمعه حلوه. وخلاص بقت جاهزه معايا. هبتدي بقى ان انا اغرفها في الطبق واقدمها. بصوا شكلها قد ايه حلو، وكمان بتلمع وحلوه قوي. الصوص اللي فيها ده هو اللي لمعنا بيه الكفته. هبتدي بقى ان انا اغرفها كده، ولما اغرفها هروح مديها كده رشه من البقدونس تبقى شكلها حلو. عايزه اقول لكم طبق حلو جدا موفر، وفي نفس الوقت انت برضو اكلتي لحوم. زينته بقى كده برشه من البقدونس. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، متنسوش تحط لايك للفيديو، والسلام عليكم.